السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك، واللي لسه ما اشتركش عندي يتفضل اشترك حالا فضلا وليس امرا. بصوا بقى، انا لسه جايه من السوق النهارده، يعني كان السوق بتاعنا النهارده، قلت بقى اما اروح اجيب الحاجه يمكن الاقي الاسعار مهوده بدل ايه الناس اللي بتبيع هنا يعني عندنا في بيوتها وكده. بس بصراحه بقى ايه، سبت الدنيا تضرب تقلب، قلت عشان الحق، لان ايه طبعا عارفين اللي ولادي في الحضانه ولازم انا اروح اسوق بسرعه بسرعه واجي ايه اخدهم. ما كنتش شطبت الا المطبخ بس كده، ما خليتش فيه مواعين ولا اي حاجه، ومسحته طبعا. وهنا الغسيل زي ما انتم شايفين قد ايه، يعني محتاج يوم له لوحده، بالذات ده بالذات له يوم، وده غير في الغساله كمان. تعالوا بصوا اما اوريكم حبايب قلبي اهو في الغساله كمان، يعني ايه ربنا يعيننا بقى. بص بقى هوريكم ايه احنا جبنا ايه النهارده والاسعار عامله ايه. هنا انا بعمل ايه حبايب قلبي، بعمل اللفت طبعا، جايبه شويه لفت وبعمل له الميه طبعا عشان ايه عاملاه من امبارح، وايه ناقص ان انا يعني حداه وكده. تعالوا بقى ايه نقعد في المطبخ كده على رواقه. ايه بسم الله، احنا جبنا ايه واقول لكم الاسعار برضك عشان ايه شوفوا الاسعار ايه عامله عندكم. هجيب بس ايه حاجه احط عليها ولا كده عشان ايه المكان. تعالوا بقى يا حبايب قلبي نشوف. طبعا بما ان انا يعني ايه الطابون بتاعت العيش في العزبه عندنا، يعني احنا قاعدين في عزبه وكده، فبصراحه ما مش قد كده، مش عارفه ليه. فالمهم انا قلت ايه اما انزل اجيب من ايه المكان اللي انا رايحه اسوق منه. طبعا احنا عندنا بطاقه تموين الحمد لله، الحمد لله ليا دي الحاجه الوحيده اللي ايه اللي موجوده لغايه دلوقتي. ماشي يا حبايب قلبي. طبعا جبت خل لقيته في السوق برضو اهو. وهنا جبنا ايه تاني بصوا، هنطلع الحاجه كلها وايه ونشوف. طب الحمد لله ال10 جنيه دي اللي كنت بدور عليها من الصبح حتى بتاع التوك توك، ركبت من غير ما احاسب، قلت احاسبه من البيت والحمد لله لقيتها. وهنا العيش تاني. بصوا بقى اما ايه بسم الله. بصوا يا حبايب قلبي، جبت كيلو القوطه. انا بصوا القوطه بطماطم جميله ازاي، حلوه عامله زي التفاح. صراحه جبتها ب6 جنيه، حلوه يعني ايه مش غاليه، بس هي الحمد لله يعني عن الاول اهو ب6 جنيه. جبت 2 كيلو بس، يعني يا دوبك يقضوني الاسبوع، لو احتجت كده كده الناس بتلف. ماشي يا حبايب قلبي، اللي اعمله اوريهولكوا هنا. خلصنا من القطه يا حبايب قلبي. هنا بقى لقيت السفندي، بصراحه انا دقته، انا ما بجيبش الحاجه الا لما بدوقها. فتحت واحده كده، طبعا هو الراجل بيدوقنا، لقيته مسكر نحل رغم ان هو صغير كده بس عسل. رحنا جايبين ايه بقى، كنت ب20 جنيه الشنطه ده، حلو يعني حاجه ايه تحليه وكده. وهنا بحط الملح دي، قلت اما اجيب واحده عشان كل شويه اجيب الكيس، مش عارفه مبقاش فيه بركه ليه. بحط في قلب البرطمان هنا مع القهوه، قلت اما اجيب ايه باكيته برضه هتنفعني مش هتخسر. بس الاسعار والله العظيم نور يعني. الحاجات هنا جايبه حاجات يعني مش طبيخ ولا كده، حاجات يعني اساسيه، يعني حاجات ايه يعني والله مش اكل ولا حاجه. هنا طبعا السمك زي ما انتم عارفين، جبت سمك اهو، جبت نوعين، جبت تونه اللهم صل على سيدنا محمد، وجبت مكرونه، جبت واحده بس لي انا، قطعت كيلو الا حاجات بسيطه، لان انا عندي يعني ايه الاولاد بيحبوا التونه دي وانا بحب المكرونه. بس ب65 جنيه اهو زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. هو السمك الوحيد اللي انا جبته في الايه الاكل يعني اللي هيتعمل، ما جبتش يعني اكل يعني ولا فراخ ولا الكلام ده. ماشي. برضو انا جبت اناناس لاني رودي بنتي بتحب الاناناس، وقالت لي يا ماما لو رحت السوق هتمنع اناناس. فبصراحه جبت اللهم صل على سيدنا محمد، جبت الكيلو وربع ب20. مش عارفه هو غالي ليه كده. جبت الشنطه دي، قلت لها طب وزني بال30 بقى، الشنطه دي ب30 جنيه. طبعا بما ان جبت سمك فانا ايه ما كانش عندي خل، رحت جايبه الزبر. طبعا انا لما بنزل السوق لازم كل ما انزل اجيب بطاطس حتى لو عندي اهو، بجيب بطاطس واركنها. دي البطاطس الجديده بقى، كل سنه وانتم طيبين، نزلت اهو كيلو وربع ب10. كل ما الاقي حد بيدور حتى بروح جايبه برضه.
انا برضو يا حبايب قلبي لقيت البطاطا، لان الاولاد انتوا عارفين احنا في الشتاء بقى بيحبوها، اذا كانت مشويه اذا كانت مسلوقه اي نوع يعني بعملها لهم بيفضلوا يعني ايه بيروحوا يبقى على كده بدل ما يجيبوا حاجات من الدكان وكده. فبروح عامله لهم البطاطا يعني صراحه يعني هي كده كده اصلا بتبقى سخنه وجميله وبتلهيهم عن الحاجات اللي هي بتبقى في المحلات اللي هي مش كويسه دي اللي فيها مواد صناعيه والكلام ده. طبعا بقى ايه وادي البنجره عشان خاطر اللفت هعمله زي ما انتم شايفين مسخنه له ميه اهو كده بقى يا حبايب قلبي. اكون ايه خلصت التسويقه بتاعتنا، يعني ايه جبت حاجات يعني اساسيه احطها في الثلاجه بس اهو. شوف بقى يا حبايب قلبي هنعمل ايه، هننضف السمك ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى يا حبايب قلبي كنت دخلت بقى على الفريزر قلت اما اشوف اعمل ايه. بصراحه انا كنت عامله حسابي ان انا يعني ايه السمك اللي جايباه دوت من السوق قلت هعمله، فهم قالوا لي لا محدش قالك هاتي سمك عشان احنا كده كده عندنا برضه. قلت مش هيخسر عادي هعينه لاي يوم تاني. طب اطلع لكم بانيه؟ لا بانيه لا. طب امال اعمل لكم ايه؟ قالوا اعملي فراخ. قلت خلاص مش محتاج. هنا بقى انا كنت حاطه الفرخه في الاخر خالص، فانا شلت كل الاكياس دي عشان خاطر اوصل لها. الحمد لله وصلت لها. هنا بقى ان شاء الله حبايب قلبي ابقى اجيب المنظمات اللي هي بتاعه الفريزر دي البوكسات الكبيره الحلوه دي عشان ايه كل حاجه ارصها فيها، لان حتى العيش في اكياس والفاكهه حطها في اكياس. وزي ما انتم شايفين كده يعني لما ببقى عايزه اجيب حاجه من تحت خالص لازم انا اشيل كل اللي فوق ده كله اللي فوق الوش وارجع تاني احط تاني. يعني بصراحه بيبقى هده وتعب. هو والله الواحد جاي مهدود لوحده. الطماطم بقى لوحدها هي قلت اما اجي برضو هعملها اطلعها بدل ما تخسر، لان كانت في طماطم عندي في التلاجة فانا قلت ايه اطلعها بقى عشان ايه الجديده اعينها والقديمه اعملها يعني ما بتخسرش. بس كده يا حبايب قلبي يلا بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. طبعا يا حبايب قلبي زي ما انتم شفتوا انا طلعت من الفريزر بطايه حلوه كده هنعملها. بس السمك ده بقى ما ينفعش يتعان كده، فاحنا ايه اي حاجه جايبينها من السوق انا ستفت كل حاجه. القوطه حطيت القوطه القديمه اللي هستخدمها وخليت الجديده ايه اعينها تمام. وكل حاجه رصيتها في التلاجة، بس طبعا بعد ما غسلناها غسله حلوه كده عشان ايه نحط فيها الحاجات اللي احنا لسه جايبينها عشان ايه ان شاء الله كده ايه ما نعوز نجيب عليها طبعا لان دي مش هتقضينا، فهنجيب برضك عليها بس تكون التلاجة ايه نضيف. هنا طبعا انا ايه السمك ما مش هينفع اعينه كده في الفريزر. انتوا عارفين ان انا يعني الحاجه اللي ما بستخدمهاش يعني بخصصه لاي يوم كده في وسط الاسبوع. طبعا هم قالوا ايه النهارده عايزين ناكل بط، فبصراحه هعمل لهم بط النهارده. بس ايه السمك ده زي ما انتوا عارفين مينفعش يتعمل كده اهو، فانا بنضفه اهو من اي حاجه فيه تمام. واروح جايبه اكياس وحاطه يا دوبك على التمليحه بس اروح مطلعاه واروح مجهزاه على طول في ثواني مش هاخد منك وقت. حتى لو عايزه تجيبي كميه وتنضفيها وتحطيها بس تخليه في شنطه جوه شنطه عشان ايه ما يزفلكش الفريزر. يا حبايب قلبي اعمله بقى انا كله كده. طبعا ادي المواعين اللي باقيه من التلاجة قدامكم اهو، ومكان عملت اللفت برضو هعملها بس بعد ما اخلص الايه السمك. قولي بقى انتوا في حد عندكم ما بيحبش السمك؟ احنا عندنا يعني بصراحه الجيش كله ما بيحبش السمك قليل اوي لو هم طلبوا، بس انا ما بتكلش عليهم باكله لهم غصب عنهم لان السمك فيه فايده كبيره اوي، فوالله فايدته لو يعرفوا ياكلوه كل يوم. يا حبايب قلبي بص انا جايبه السمكات الصغننه دي هيطلع عشان شوكه واحده رايحه بقى متاخره